إليك أخطر 10 أطعمة ومشروبات قاتلة. في المرتبة العاشرة الكربوهيدرات البيضاء مثل المعكرونة البيضاء والأرز الأبيض والخبز الأبيض، وذلك لما تودي إليه من زيادة الوزن وداء السكري وأمراض القلب. في المرتبة التاسعة البطاطس المقلية ورقائق البطاطس، والتي تتسبب سنويا في إصابة الآلاف بأنواع متعددة من السرطان. في المرتبة الثامنة النقانق، ويعتقد الأطباء أنها ينبغي أن تحمل علامة الخطر كالسجائر، فهي تحتوي على الصوديوم والمواد الكيميائية السامة. في المرتبة السابعة منتجات الحليب الكامل الدسم، فهرمون النمو البقري يسبب التهاب المفاصل والبدانة في الطفولة والصداع النصفي. في المرتبة السادسة صلصة السلطة، وهي أفضل وسيلة لتحويل السلطة من غذاء صحي ومفيد إلى خطر كبير على جسدك. في المرتبة الخامسة الدهون المشبعة وغير المشبعة، وتؤدي إلى الإصابة بكوليسترول القلب والسكتة الدماغية. في المرتبة الرابعة المحليات الصناعية، فهي ليست آمنة كما يعتقد البعض، بل تمثل خطرا كبيرا على مستخدميها، وذلك لأنها ترتبط بأمراض القلب وتحتوي على أخطر مادة على كوكب الأرض. في المرتبة الثالثة اللحوم المصنعة كاللانشون وغيره، وتحتوي الأطعمة المصنعة على النترات التي تعتبر قنبلة داخل جسدك، كما تحتوي اللحوم المصنعة على الصوديوم والمواد الحافظة، وتساهم في أمراض القلب والسرطان. في المرتبة الثانية صلصة الطماطم، والتي تحتوي على سكر اللاكتوز الذي يسبب الإصابة بالسكري وأمراض القلب وتسوس الأسنان. في المرتبة الأولى الصودا، أول الأغذية القاتلة، تحتوي زجاجة الصودا على 3 ملاعق من السكر، وقد تتسبب في الإصابة بأمراض القلب والسكري والزيادة في الوزن.